ايه رأيكم بقى؟ شايفين الجمال بقى؟ حاجة تحفة. خضار مشوي مع كفتة مشوية في الفرن، بصوا الجمال مستوية وجميلة ازاي، والبطاطس كمان مستوية وتحفة، مهرية خالص كده هريان. يعني أكلة بصراحة 10/10، وسهلة وما خدتش أي وقت. عملت بقى ايه؟ جبت البطاطس كده قطعتها مكعبات، والجزر مكعبات، وجبت طماطم صحيحة كده زي ما انتم شايفين، ولخبطت كله على بعضه كده. وبعد كده في الآخر هرص الصينية زي ما انتم شايفين، رصة حلوة كده. تمام، شايفين شكلها الخطير دي؟ بعد كده بقى اجيب التوابل، حبة زعتر بقى، على حبة بهارات، على حبة بابريكا، على ملح، على فلفل اسمر، وعلى حبة زيت كده زي ما انتم شايفين فوق الوش، وشكرا على كده. هقلبها بقى تقليبة حلوة كده على النار. افضل بقى كده اشوح فيها لغاية ما تاخد طعم الشوي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده اجيب لها بقى مكعبين كده، لو عندك شوربة عادي، ما فيش مكعبين على حبة مية مغلية، على معلقة صلصة كده، وتقلبي الكوبايه كده. وبعد كده الشوربه كده خلاص بعد ما دابت، رحت دلقاها بقى، بس طبعا بعد ما خدت طعم التشويح كده، وشكلها بقى تحفه كده. نيجي بقى نعمل الكفته. سبتها طبعا على النار كده تشرب الميه شويه. حطيت البصله بالملح بالتوابل بالبيضه بالبقسماط، طبعا كل ده المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. بس كده، وعملتها كفته زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، الكفته العاديه خالص. وجبتها بقى كده بعد ما كورتها، حطيتها فوق الوش برصة حلوة وشكل جميل كده عشان تطلع بشكلها التحفة ده. شايفين بقى الجمال؟ وحطيت حبة بسلة كده عشان تديها بس منظر خضار برضو كده، يبقى حلوة، تبقى شكلها شيك كده زي ما انتم شايفين بالمنظر الخطير ده. حطيتها في الفرن، خدت ساعة ونص كده، وهي بعد كده طلعت لي بقى كده تحفة. بصوا البطاطس مهرية، كله مستوي وجميل. يلا اقول لكم ايه، باي باي.